السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا جاية ادردش معاكم النهاردة على مرحلة عمرية كل ولادنا لازم يمروا بيها، اللي هي مرحلة المراهقة. مرحلة المراهقة دي اللي هي في النص، اللي هي ما بين الطفولة وما بين مرحلة النضج. طبعا الكل اللي عارفني فانا لا انا اخصائية اجتماعية ولا انا اخصائية نفسية ولا حتى خدت كورسات تنمية موارد بشرية. انا كل اللي اقدر اقوله ان انا بقالي اكتر من 30 سنة بتعامل مع المرحلة دهيت، فبحاول ان انا اكون عامل مساعد يساعد كل الابهات والامهات في ان احنا نعدي بولادنا في المرحلة دهيت على خير. طيب تعالوا كده الاول نتعرف، هي مرحلة المراهقة ليها فترة زمنية معينة؟ يعني ما معناه كل اطفالنا لازم تبتدي المراهقة بتاعتهم مثلا من 8 سنين 9 سنين او كلهم يبتدوا من 10 سنين؟ ومرحلة المراهقة بتنتهي عند كل الاولاد مثلا في سن 18 سنة كل الاولاد؟ طب 19 سنة كل الاولاد؟ هنا بقى نقف مع بعض وقفة. مرحلة المراهقة ملهاش سن معين بتبتدي فيه، يعني ممكن مرحلة المراهقة تبتدي عند أولادنا من 9 سنين من 10 سنين، وممكن تبتدي معاهم من 12 سنة ويفضلوا مستمرين فيها لحد ما يبقى عندهم 18 سنة، وممكن نوصل كمان ل 19 سنة. بس هنا بقى الوقفة إن مرحلة المراهقة بتختلف من ولد أو بنت لولد وبنت تانيين، يعني نتيجة اختلاف البيئات، نتيجة اختلاف اسلوب التربية، نتيجة اختلاف المجتمع اللي احنا عايشين فيه. فاحنا بالتالي مش كل اولادنا في مرحلة المراهقة نفس الظروف اللي بيمروا بيها في المرحلة بتاعتهم واحد. طيب في بعض اولياء الامور، انا بصفتي ان انا بشتغل مدرسة مع المرحلة دهيت، في كتير قوي من اولياء الامور بيجوا يسألوني، بيبتدوا يقولوا لي مثلا احنا اولادنا بقوا عصبيين جدا، انا ابني قاعد على الموبايل طول الوقت، انا بنتي بقت حساسه، انا ابني بقى منعزل، انا بنتي بقت على طول ماسكه الموبايل وقاعده في اوضتها، انا ابني ماشي ورا اصحابه وكل ما اكلمه ما بياخدش ويدي معايا في الكلام. عايزه اقول لكم كل دي عباره عن مراهقه، كل دي حالات نفسيه اولادنا بيمروا بيها في المراهقه. حاله تخبط اللي هي ممكن يكون انطوائي، ممكن يكون عصبي واندفاعي، ممكن الحساسية زيادة عن اللزوم، ممكن انها تبقى على طول في حالة دفاع عن النفس، قلة ثقة، حاجات كتيرة جدا. هنا هو بقى انا بشبه مرحلة المراهقة ديت بينا ان احنا بنعوم بولادنا في بحر، وان البحر ده مليان امواج، ولازم وان شاء الله نقدر ان احنا نعدي باولادنا في البحر دهوت ونوصل بيهم لشط الامان. مطلوب مننا حاجات كتيرة جدا، مطلوب مننا ان احنا قبل ما نتعامل معاهم نرجع بالذاكرة بتاعتنا لورا شوية. لما كنا قدهم كده اكيد مرينا برضو بنفس الظروف، واكيد كنا في حاجات مثلا عايزين اهالينا يقولوها لنا او حاجات نعرفها منهم، وفي مواقف كنا منتظرين يحصل فيها حاجة وهكذا. فانا هنا انا قبل ما اقول لك او اقول لك احنا المفروض نعمل ايه، انا عايزة ارجع بالذاكرة لما احنا كنا قدهم. اول حاجة انا عايزة بقى، انا هنا هتكلم مع الام النهاردة، انا هتكلم مع الام، والمرة الجاية ان شاء الله هتكلم مع الاب. اتكلم الاول مع الام. اول حاجة انا عايزاكي تسمعي ابنك وبنتك لما يجوا يكلموكي في اي حاجة، مهما كانت الحاجة دي بسيطة ومهما كانت الحاجة دي انت شايفاها مش مهمة، بس مجرد ان هو جه او بنتك جت تفضفض معاكي وتفتح معاكي قلبها وتحكي، اسمعيها اسمعيها واسمعيها، وما تستهتريش بأي حاجة يقولوها لك، ومن فضلك ما تقاطعهمش وهم بيحكوا، سيبيهم يحكوا كل حاجة وانت مبينه لهم انا سامعاكم، انا منتبهاكم، انا دلوقتي كل ملكي ليكم. وبعد ما يحكي وبعد ما تقول كل حاجة ابتدي بقى ناقشيها، بس لما تيجي تناقشيها ناقشيها بالإيجابي الأول. يعني ايه اناقشها بالإيجابي الأول؟ يعني لما تيجي تقول لها، هي بتحكي لك مثلا موقف انا عملت كذا كذا، او موقف ابنك بيقول لك انا عملت كذا وحصل كذا، خشي معاه بالإيجابي الأول. يعني ايه؟
برافو عليكي ان انت قلتي كده، برافو عليك، انا كنت واثقه ان انت كنت تقدر تعمل الموقف ده. انا عارفه ان انت شجاع، انا عارفه ان انت قيادي، انا عارفه ان انت تقدري تحلي اي مشكله تقابلك. دي البدايه الجميله جدا، ان انا اديته الاول البوزيتيف انرجي ان انتوا تقدروا، وان انتوا برافو عليكم و بعد كده ابتدي بقى امسك الحاجه اللي هم مثلا قالوها، وابتدت بقى ايه تلفت نظري ان هو لا ما كانش ينفع يتقال كده. فتبتدي بقى تفصصها له واحده واحده. هو انت برافو عملت كده، طب ايه رايك لو كنا قلنا كذا، طب ايه رايك لو حصل كده كنت عملت كذا. يبقى انت خدتي منه الكلام في الاول خالص، شجعتي، وفي نفس الوقت ابتديتي تدي له افكار. بس وانت خدتي بالك من كلمه ايه؟ ايه رايك؟ ايه رايك؟ مش بقول لك اعمل كذا، لا كنت عملتي كذا، لا كنت دهيت انت بتقفليها منك خالص. ولو اتقفل منك صعب قوي انك تعرفي ترجعيه تاني، ابنك او بنتك ان هم يرجعوا يحكوا لك. وهنا هتبقى غلطه، لان هو لو لقاكي ما سمعتلوش وما استنبهتيش للكلام اللي هو بيقوله لك، ياه، هتلاقيه بقى يروح لناس كتير جدا، اصحابه، هيروح للانترنت، هيروح للناس الكبار منه اكبر منه في السن. وعلى فكره سن المراهقه دايما بيرتبط بصاحبه او صاحبتها اللي اكبر منها في السن. دايما تقول ده عندها خبره اكتر، دي هتبقى فاهمه اكتر والكلام ده كله. وهنا انت كده ضيعتي فرصه عليكي ان انت ابنك وبنتك تبنيه صح. لان طبعا اللي هيتكلموا ده هوت او هيكلمها او هتكلموا بعض، اصحابهم اللي هيكلموهم دول ما عندهمش نفس الخبره ولا نفس الاهتمام ولا نفس الحب اللي عندك لابنك وبنتك. الانترنت، احنا مش كل حاجه في الانترنت تلاقي علينا، على بيتنا، على تربيتنا، على قيمنا، على عاداتنا، تقاليدنا، على ديننا، على الكلام ده كله. فمن فضلك لما ابنك او بنتك يجوا يتكلموا معاكي اسمعيهم باذان صاغيه صاغيه. انا ودني وحياتي كلها معاكي انت دلوقتي او معاك انت دلوقتي وانت بتتكلم. يبقى انا سمعت، اديت البوزيتيف انرجي، ابتديت بقى اشجع. انت برافو عليك انك بتساعد، انت برافو عليك انك معرفش ايه. خليكي دايما بالنسبه له انت الحاجه الجميله، انت الداعم ليه. طيب برضو انا عايزاكي لما تيجي تتكلمي معاه في حاجه حصلت ما تتكلميش معاه كانه متهم والمفروض يدافع عن نفسه. لان هتلاقي ابنك الطيب او بنتك الطيبه ديت اتحول لشخص عصبي، شخص عنيف، انا متهم وانا عملت وانا جرى مني وانا حصل مني. طب ليه ده كله؟ لا، خدي ودي معاه بالراحه كده، ما تتعامليش معاه لانه متهم. انت عملت كذا او لا 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 لا، انا سمعت كذا، في حد قال كذا، مش كانه هو. طب ايه رايك؟ طب ايه رايك في اللي حصل؟ طب انت لو كنت في موقفه ما توجهلوش ان هو اللي عمل الكارثه او ان هي اللي عملت الكارثه والكلام ده كله. هتلاقيه حقيقي بيطلع معاكي بافكار حلوه. برضو من ضمن الحاجات اللي هيحصل لاولادنا في المرحله ديت مرحله الانطوائيه شويه، اللي هو ينعزل عن بنفسه شويه عننا. هنا بقى دورنا ان احنا نحاولوا نجذبه، ان احنا نقول له إيه؟ ما تيجي تقعد معانا شويه. ابتدي بقى حفزيه ان يكون له راي، انك تقولي مثلا ايه، احنا هنسافر السنه دي او في الاجازه دهيت، ايه رايك ما تقترح علينا مكان نسافر فيه نبقى كلنا مع بعض. خليه يشارك معاكم في الراي في الحديث. وبعدين ايه ده انت كلامك جميل، ده انت رايك معرفش ايه. ده تشجعيه ان هو يتكلم اكتر، يطلع اللي جواه اكتر، يبقى ايجابي معاكم اكتر. في نفس الوقت برضو خليه ان هو يبتدي بقى يتعاون معاكي. ايه رايك او ايه رايك لما تيجي نوضب كذا، انا عايزه اشوف ذوقك وانت بتوضبي معايا. دخليه في اي موضوع حتى لو موضوع بسيط، وكانك بتاخدي رايه، وكان رايه ده بقى اللي هو ده اللي هتمشي بيه طول حياتك، ده احسن راي في حياتك. خلاص، كانك مثلا بتعرضي عليه موضوع عندك، فانت ايه رايك اعمل ايه انا لو في الموقف ده. مجرد ما هتحسسيه انه شخصيه بيتاخد برايه، مجرد ما هتحسسيه ان انت رايك مقنع، ان انت قيادي، ان انت بتقترح علينا حاجه واحنا هنعملها معاك، انك وجودك وسطنا حاجه مهمه جدا، ان احنا مع بعض بنكمل بعض. هتبتدي تاخدين من الانطوائيه والانعزاليه شويه. مش كده وبس، ده هتبتدي كمان تساعديه ان هو لا انا شخص كويس، ان انا بعرف اتكلم،
انا بعرف اقول رايي، انا ليا راي، انا رايي بيحترم، انا بيهتموا بيا. مش حته ان انا اسيبه في الانعزال بتاعه، ان انت رايك مش مهم، احنا هنسافر كذا، حضر حاجتك. لا، احنا اللي انا هعمله في الفتره دهيت ده اللي هجنيه. لو انا في الفتره دي اشتغلت على ابني الشغل الصح في ان انا اطلعه شخصيه قياديه، شخصيه بتفكر، شخصيه شجاعه، شخصيه عندها حب للعمل، للتعاون، للمساعده، حب للحياه، انا كده مريت بيه وعديت بيه ووصلت لشط الامان. مهما هيكون عصبي في البدايه، مهما هيكون انطوائي في البدايه، واحده واحده هتلاقي واحده واحده بيرجع تاني يسمعك والكلام ده كله. بلاش نتعامل معاهم بنديه، بلاش نتعامل معاهم انت قلت انا ماما انت لازم مفيش. انا حتى لو انا جوايا كده انا بكتم ده كله جوايا وابتدي اتكلم معاه واحده واحده. لما بتكلم معاه واحده واحده مش هو هيعلي صوته وانا هعلي صوتي، لا، لما بتكلم معاهم واحده واحده ويبتدي جوه كده ايه ده، انا ازاي بتكلم بالطريقه دي، انا ازاي ما اعرفش ايه. حتى انت ذات نفسه وانت بتتكلمي معاه، بصي انا بتكلم معاك ازاي وانت بتكلمني ازاي، هيحس ايه ده. فانت مطلوب منك بالظبط، انت اللي هتعمليه مع ابنك وبنتك ده اللي هتجنيه في مرحله النضج. تعبتي معاهم ووصلتيهم لبر الامان، شخصيه كويسه، شخصيه محترمه، شخصيه ايجابيه، شخصيه قياديه، شخصيه متفائله، شخصيه قويه. كل ده في ايدك انك تعمليه، وانت برضو اللي في ايدك انك تعملي العكس. فمعلش، زي ما احنا بنتعب عشان نوفر لاولادنا مستوى معيشه كويس، زي ما احنا بنتعب عشان كل حاجه هم محتاجينها يبقى متوفره فيهم، احنا التعب ده كله ليهم هم. فمن باب اولى ان احنا نهتم بيهم هم قبل اي حاجه. خليكوا دايما فاكرين الكلمه دي، ابني ابنك وما تبنيش لابنك، ابني ابنك وما تبنيش لابنك. يعني دي كانت دردشه بسيطه عن اولادي اللي انا اتعاملت معاهم وزلت بتعامل معاهم. وبجد والله انا ما بقولها كده، المرحله دي مرحله جميله جدا. انا من كتر ما اتعاملت في المرحله دهيت مع اولاد كتير بحس ان انا اهو خلاص دول بقى ولادي، وبحس والله وانا بتكلم معاهم وانا بتناقش معاهم واخدين حته مني وانا واخده حته منهم، وبقى كأن احنا كلنا اسره واحده. فاتمنى ان احنا كلنا نمر بولادنا دهوت ونوصل بيهم على شط السلام، وربنا يبارك لنا كلنا في ولادنا يا رب ويحفظهم. ان شاء الله الفيديو الجاي هتكلم بقى مع الابهات وولادهم محتاجينهم قد ايه. اكيد اولادنا محتاجيننا كلنا، بس في الفتره دهيت لينا ادوار، الام ليها دور والاب ليه دور، فريت كل واحد فينا يلتزم بدور. سلام عليكم.